احنا ناس استاذ عمرو، ناس عسكريين، نفهم في السياسه لكن ما مارسناهاش، نفهم في الاقتصاد ما مارسناهوش، قد نفهم في الاجتماع ما مارسناهوش. فعشان كده كنا بنستشير قوة كتير. اوعى تتخيل ان القرار كان بيطلع كده مش مدروس. طب المهام ايه بتاعت هذا المجلس؟ يعني النهارده عايزين نعرف المجلس ده دوره ايه؟ هيعمل ايه مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ زي ما قلت لحضرتك، هيتكون من ايه؟ كافة الاطياف والقوى السياسية والمتخصصين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. قد يصل الى 50 واحد، 50 شخصية من الشخصيات العامة. اللي مهمته ايه؟ اي شيء هيعمله المجلس الاعلى للقوات المسلحه من تشريع، من قانون، من قرار، سيحال اليهم لوضع الراي الصائب قبل ما يطلع. رفضوا، بعت لهم في راي في قضيه معينه، في موضوع معين، في قانون معين، رفضوا، قالوا مش موافقين. هل اصبح رايهم ملزم للمجلس الاعلى للقوات المسلحه إيه؟ ام لا؟ رايي ايه؟ المجلس الاستشاري. طيب لو رفضوا، ما هو البديل؟ ما انت ما ترفضش لمجرد الرفض.